4-1 ولا ولات المغاربه المنتخب الوطني، لان حتى المنتخب البرازيلي ما كيلقاش المساحات في التمرير او التحول السريع خصوصا في الشوط الاول. لم يشاهد فينيسيوس ولا رودريغو ولا روني قبل ما يخرج، وبالتالي المنتخب البرازيلي كما قلنا 18 مباراه لم ينهزم قبل المونديال، فاز في المونديال في 5 مباريات، وبالتالي ان المنتخب البرازيلي كان قوي في جميع المباريات السابقه. لكن اليوم لم يشاهد المنتخب البرازيلي بهذا الشكل صح من الناحيه الهجوميه. المنتخب البرازيلي اليوم كان يدافع اكثر ما كان يهاجم. لماذا؟ لان طريقه لعب المنتخب المغربي قويه لا دفاعيا ولا هجوميا، والثقه الكبيره اللي كسبناها الحمد لله لا كمنتخب كلاعبين على المستوى الفردي والجماعي هو اللي خلى ان القوه الضاربه على المستوى الهجومي اليوم كان شباب اللاعبين كانوا على المستوى والمستقبل. بما الجوله الاولى افضل سيناريو وانهاء الشوط الاول بهدف دون مقابل، راهنا انتظرنا الشوط الثاني بين مستهدفات المنتخب البرازيلي ليس لديه خيار من اجل تسجيل هدف التعادل، وذلك ما حدث. لكن اصرار الاسود لمواصله المشوار لرفع شعار التحدي من جديد والبحث عن هدف ثاني، وذلك ما حدث بعد هدف جميل خصوصا مع التغييرين اللي عطاو له كل ديالهم لعمليه التحضير والعمليه التسديد من جانب عبد الحميد الصابر. وانا كنتفهم وليد شنو قال لك